ماكو واحد بينا ما يتمنى هذا الشيء، كل احنا نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يستجاب دعائنا، مو صحيح؟ زين، نروح إلى أوقات مهمة لاستجابة الدعاء وأماكن مهمة لاستجابة الدعاء. الإمام الصادق عليه السلام يقول يستجاب الدعاء في 4 مواطن. قبل لا تعلق، بعض الناس يقول يعني بس بهاي الأوقات، ليش تحددون؟ لا عزيزي، الله سبحانه وتعالى أبوابه مفتوحة على طول اليوم وعلى طول الساعات واللحظات والثواني، لكن أكو أماكن وأكو أوقات لها خصوصية. تمام، نرجع هسه. الإمام عليه السلام يقول يستجاب الدعاء في 4 مواطن. في الوتر اللي يمتى آخر ركعة من صلاة الليل، مو اسمها الوتر؟ حنيال اللي يصلي صلاة الليل، واللي ما يصلي صلاة الليل إن شاء الله تتوفق، اطلب من الله سبحانه وتعالى أن توفق لصلاة الليل. في الوتر يعني آخر ركعة من صلاة الليل بالدعاء مالتها. وبعد طلوع الفجر، هذا الوقت هم مهم جدا لاستجابة الدعاء. وبعد الظهر وبعد المغرب، هذا مهم جدا جدا جدا، هاي الأوقات جدا مهمة لاستجابة الدعاء. الله يحفظكم، وبالدعاء لا تنسوني، وكل احنا عندنا حوائج، أنا أدعو لكم وأنتم ادعوا لي. الكلام، هاي الرواية من كتاب الاختصاص للشيخ المفيد رحمه الله، صفحة 196، طبعة مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان. دمتم بخير وفي أمان الله.